مشاهدينا اهلا بكم من جديد في برنامج طعم البيوت وحلقه يوم الاحد. حلقتنا النهارده موضوعها مهم جدا وهتكون عن الاخلاق، وزي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، صدق الله العظيم. يعني أخلاقنا اللي كانت بتميزنا الحقيقة وبتميز الشعب المصري كله، زي الشهامة، الجدعنة، احترام الكبير، القيم، المبادئ اللي تربينا عليها، اللي أصبحت تقريبا ملهاش وجود أو بقت قليلة جدا. دلوقتي السؤال المهم جدا اللي هنسأله لنفسنا ونسأله لحضراتكم: أخلاق زمان ولا أخلاق دلوقتي؟ أخلاق زمان راحت فين ودلوقتي أخلاقنا بقى شكلها إيه؟ إزاي نقدر نرجع أخلاقنا الحلوة؟ ده موضوعنا النهاردة في طعم البيوت، وبيسعدنا اللقاء مع دكتورة عزة سليمان الباحثة في الحضارة المصرية، وأيضا معنا الدكتور نادر قاسم أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية والإرشاد النفسي بكلية التربية جامعة عين شمس. أهلا بحضراتكم معانا النهاردة في برنامج طعم البيوت. أهلا يا دكتور. أهلا بيك. هبدأ معلش ليديز فيرست بقى، أسأل الدكتورة عزة وأسأل حضرتك، يعني دايما بنقول أخلاق زمان وكنا زمان وحتى أفلام زمان وأغاني زمان، كل حاجة دلوقتي بقينا نقول زمان زمان زمان. طيب أنت شايفة الفرق بين أخلاق زمان وأخلاق دلوقتي إزاي؟ هو في فرق كبير قوي بصراحة. يعني احنا يعني عايشين مجموعة من الظواهر يعني تقول او تأكد على اننا في مشكلة اخلاقية. لما نلاقي المصري في بيته في منتهى النظافة، ولما يخرج في الشارع ما عندوش مشكلة خالص ان هو يرمي زبالة في الشارع ويوسخ الشارع. لما نلاقي المصري متدين وبيصلي وبيصوم ويعرف ربنا، ولكن يعني ممكن يرتشي او يرشي او يخبي نمر العربية ويمشي غلط. في ظواهر كتير. كمان المهم قوي لما نلاقي المصري الحاجة اللي عايشينها الأيام دي، لما نلاقيه بيتاجر في العملة ضد أهله وناسه ومصلحة بلده، يبقى في ضعف في الروح الوطنية، في المشاعر الوطنية. يمكن البعض يقول إنه هل في يعني ارتباط بين الأخلاق وبين المشاعر الوطنية؟ نقول له أيوة، المشاعر الوطنية هي أرقى وأسمى الأخلاق اللي ممكن المصري إنه يتحلى بيها. طب وضعفها معناه إن في مشكلة محتاجة حل. هنرجع نشوف الحل إزاي، لكن بعد ما أسأل دكتور نادر. دكتور نادر بيقولوا إن الأجيال الجديدة وخاصة الشباب عندهم مشكلة كبيرة في الأخلاق والقيم والعادات والتقاليد وما عادوش بيحافظوا عليها. هل ده موجود من وجهة نظر حضرتك كطبيب نفسي؟ موجود؟ لا انا مش طبيب نفسي. ايوه. طب ومن الخطأ ان الطبيب النفسي يخش في الكلام. لان ملوش الباع انه يخش في حاجه بالشكل ده. واسمحي لي بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا هخش للمشكله بتاعتنا. احنا دلوقتي في مرحلة إعاقة أخلاقية. يعني مصطلح كبير قوي، إعاقة المصريين أخلاقية. في حالة إعاقة أخلاقية. ما هي الأخلاق؟ هي مجموعة من القيم التي تنتظم في ضوءها الشخصي. بس احنا مش بنعمم ده على كل الشباب ولا كل المصريين. أنا ما جيتش التعميم، أنا لسه بشرح لك عشان الناس تفهم. احنا داخلين على فين؟ ما هو لابد في الأول يعني إيه أخلاق؟ الأخلاق هذه جميع الأديان اتفقت عليها وأعطتها الغطاء الدين، وهي تميز الإنسان وشخصيته. فلما نيجي نقول القيم الأخلاقية هي مجموعة من التنظيمات العقلية التي ينتظم في ضوءها السلوك، والتي يتشربها الإنسان في ثنايا عمليات التنشئة الاجتماعية أو السوشياليزيشن اللي بيتعرض ليها. فيبقى دلوقتي نسأل نفسنا، الناتج، انت بتقولي شباب، الشباب دول اللي رباهم نتنياهو ولا رباهم مين؟ لا احنا اللي رباهم دول. يبقى بالتالي احنا بنشير على مين؟ التنشئة مشيت بأي شكل من الأشكال. المجتمع المصري الأخلاق الكويسة موجودة والأخلاق الوحشة موجودة. على طول التاريخ، زمان والنهارده وفي كل وقت. مين اللي بيغلب على التاني؟ كان زمان كم الضغوط
التي تواجه المصريين خفيفة، فبالتالي كانت بتظهر على السطح الأخلاق الحسنة. أيضا كان هناك رادع، كان رجل الامن، افتكري كده افلام اسماعيل ياسين والشاويش 13 كان بيقعد يقول كان الناس بتعمل له قيمه باي شكل من الاشكال. ده مجرد ما كان يمشي في الشارع كده كان الناس الله ينور عليه 1000 حساب. الله ينور عليك. يبقى بالتالي انت وقعتي عمود الخيمه بتاعك في يناير 2001. احنا بنقول مع بعض الحمد لله، لكن لسه هيبه الشرطه رجعت مره ثانيه وقعت، ما تقدريش تقولي رجعت. لا هي رجعت. جميل. يبقى السلوكيات بتاعت المواطنين بره تثبت. هي اللي لسه يعني يبقى زي رجعت. هم ليهم كل الاعتزاز وكل، انا جاي يعني بكلمك دلوقتي وانا جاي من اكاديميه الشرطه يعني. فبالتالي هي وقعت. والمصريين رجعوها لانهم حسوا انهم بيعضوا في الارض. بالظبط، لان احنا الله ينور عليك. لا بنبقى حاجه وحشه جدا، لازم هم اللي بيحمونا. شريحه من الشرائح لا زالت لغايه النهارده بتدور وبتتلكك وبتحاول انها تضخم. بس احنا شفنا اخلاق الشعب المصري الجميله الحميده لما كان في دعوات 11 ومحدش نزل. ده دليل على الاخلاق الكويسه. الشعب المصري ده دليل على المستوى العام، الشباب الشخصيه العامه يعني اتعلموا من اخطائهم. الشخصيه العامه للمصريين شخصيه كويسه قوي. ايوه. لكن الشخصيه الفرديه للمصريين شخصيه متناقضه، وشخصيه تميل الى الشك والريبه وتميل. الشك والريبه؟ لا، هو شخصيه المصريين لا تميل للشك والريبه، مش الكل يا فندم. الشخصيه على المستوى الفردي. على مستوى الفرد. ده انت تعالي ما بين المتزوجين، كل المتزوجات عاملين دفاتر توفير من وراء ازواجهم. دي دلاله على ايه؟ طيب انا هستأذن حضرتك، هطلع فاصل. أهلا وسهلا. نعرف من خلاله آراء المشاهدين في استعادة الأخلاق. طيب هنطلع فاصل إعلاني وبعدها نرجع نواصل حوارنا مع ضيوفنا. خد بالك، فكر معايا وقول لي رأيك. نغسل كده أحسن ولا كده؟ ننظف العربية بالطريقة دي ولا ننظفها كده؟ نسقي الزرع بالخرطوم ولا نسقيه كده؟ نتوضى بالكمية دي ولا نتوضى كده؟ طيب تحلق دقنك بكل المية دي ولا كده؟ ضميرك هو الحكم، حافظ عليها تلاقيها. اهلا بحضراتكم مره تانية، ونواصل اللقاء مع ضيوفنا ونبدا بالدكتوره عزه سليم الباحثه في الحضاره المصريه. اهلا بحضرتك مره تانية. كنت عايزه اقول لحضرتك يعني ظاهره بتهدد المجتمع المصري، وظاهره يعني مش عايزه اقول تدني، لا، قله الاخلاق وعدم التمسك بالقيم والمبادئ. تفتكري حضرتك ليه وانتي باحثه في الحضاره المصريه يعني عارفه الاخلاق زمان كانت ايه ودلوقتي ايه؟ في الحقيقه احنا لو استعرضنا كده بسرعه التاريخ المصري العظيم هنلاقي ان احنا عشنا على مدى آلاف السنين كانت اخلاقنا في منتهى الرقي والسمو. لكن والاخلاق دي على فكره هي اللي عملت اول واعظم حضاره انسانيه في التاريخ، لانه حضاره معناها اخلاق، ما فيش حضاره بدون اخلاق. اخلاقنا المصريه هي اللي مجدت اسم مصر، وهي اللي خلته خالد وهيفضل خالد طول العمر ان شاء الله. اللي كان لما بيجي لنا غزوات من بصفة خاصة من بعد شرق حدود سيناء، القبائل الصحراوية البدوية
كانت بتأثر سلبا على أخلاقنا المصرية، وكان دايما بيحصل لنا اضمحلال أخلاقي وبالتالي حضاري. احنا لو قربنا احنا قعدنا حوالي 2600 سنة احتلالات متواصلة، من بداية من حكم الفرس اللي احنا بنسميهم النهاردة إيران، وقعدوا ورا التاني ورا التالت لما دقنا فيهم مرارة الهزيمة والانكسار، ويعني بوظوا أخلاقنا بحيث انه احنا يعني سنة 52 بعد 2600 سنة بدأنا نخلص من الاستعمار يمكن العسكري وخصوصا مع خروج آخر جندي إنجليزي سنة 53. لكن فضل يعني التأثير الثقافي لسه محتاجين نشتغل عليه بقوة. احنا المصريين الشعب الوحيد يمكن من بين شعوب العالم محتاجين عشان نتقدم لقدام محتاجين نرجع لأخلاقنا من آلاف ونشوف أجدادنا كانوا بيعملوا ايه بالظبط من آلاف السنين. طيب انا هرجع لدكتور نادر واقول لحضرتك دكتور نادر، يعني سبب المشكله الاخلاقيه اللي موجوده في مجتمعنا بصفه عامه، هل هي ظاهره في المجتمع ولا هي من مكتسبات العصر والموضه والالفاظ وكل الحاجات دي؟ المجتمع المصري تعرض لمجموعه من الضغوطات المتتاليه ورا بعضها البعض بدون ما يكون هناك نوع من التحصين لهذا المجتمع. هديكي مثل بسيط يرتبط بيكم هنا. انت يوم ما عملتوا سماوات مفتوحة قنوات، هل انت كان عندك الجدارة انك تقفي قدام القنوات الأجنبية؟ فضعتي كإعلام دولة. إعلام دولة يعني ايه؟ يعني كانت اسمها وزارة الإرشاد القومي، وانا قسم الصحة النفسية والإرشاد النفسي. يبقى الإرشاد ده قيمة من القيم اللي احنا ما نقدرش ان احنا نستغنى عنها في تكوين شخصية المواطن الصالح. طبعا. طب انت جيتي بعد كده قمت طيرتي وزارة الإرشاد القومي، وبعدين ناس استعبطونا في بعد 2011 وقالوا لك لا وزير إعلام ايه؟ هو احنا هنروح له نقول له يا أبيه؟ الله، طب ما انت بعد ما شلت وزير اعلام دلوقتي انت عماله تتلطشي يمين وشمال. اي قيمه يكونها المواطن المصري؟ يعني عموما احنا لسه الحمد لله متمسكين بالقيم بتاعتنا، احنا مش عايزين والمبادئ، وان شاء الله برضو احنا بنوصف حالة. يعني انا بشوف شخصيا الرق على التربيه زي ما حضرتك قلت في البدايه، الام والاب هم اللي عليهم عامل كبير جدا جميل. جدا في تربيه الابناء وخلق جيل من الشباب يكون قادر ان هو يتمسك بالاخلاق. وأين هو الأب من أبنائه؟ موجودين يا دكتور. الله، دلوقتي كل واحد على التابلت بتاعه أو الأيباد والله بتاعه. أنا هكمل مع حضرتك اللقاء ده إن شاء الله في حلقات جاية من طعم البيوت بإذن الله. وبشكركم كتير جدا على اللقاء، بس هيقطعوا عليا. أنا يعني من الفخر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طيب أنا بشكرك معلش الدكتورة عزة سليمان الباحثة في الحضارة المصرية. بشكر أيضا دكتور نادر قاسم أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية والإرشاد النفسي بكلية التربية جامعة عين شمس. بشكركم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء غدا وحلقة جديدة من طعم البيوت.